السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فكرة جميلة جدا. هنعمل مع بعض النجمة الكيوتي الجميلة العسل دي. احنا اول حاجة هنجيب طبعا فخ كرتون، وهننزل عليه برسمة النجمة بتاعتنا، ونبدأ ان احنا نقصها، ونبدأ هنا ان نقص برضو الاطراف بتاعتنا برضو. انا هنا جايبة جزء من الكرتون، وقصيت منه العرض اللي انا عايزاه بالظبط، وبدأت ان انا الزقه على اطار النجمة، على اطار النجمة. وهنا طبعا الخطوة دي لازم يكون الشمع بتاعنا سخن كويس جدا، بحيث ان هو مجرد بس ما ابدأ ان انا انزله على الكرتونة يلزق فورا ويبقى قوي جدا. الموضوع ده مش هياخد مننا يعني بالظبط 10 دقايق. وهنا بدأت ان انا اتني الجوانب بتاعة النجمة بتاعتنا، وخلصتها كده. وبعد ما خلصتها ببدأ بقى هنا ان انا اجيب الاطار اللي احنا هنزين بيه او الكفر بتاعنا. هنا انا قلبة النجمة على الظهر، وباخد المقاس بتاعها علشان خاطر يبقى المقاس مظبوط. وهنا هقلبها على الوش بحيث ان يبقى الوش والظهر ما يتاخد المقاس بالظبط. هنا بدأت ان انا اقلب النجمة زي ما احنا شايفين كده، وباخد المقاس بتاعنا. هنا الخامة اللي انا مستخدماها، اللي هستخدم فيها التقفيل، تقفيل الشغل بتاعنا، هي الرول بتاع ورق الحائط. ممكن نستبدله بفوم، ممكن نستخدم اي حاجة احنا حابينها، كانسون، اي حاجة احنا متوفرة عندنا. وممكن نستخدم على فكرة قماش الخيامية برضو، هيوفي الغرض وهيبقى تحفة. وهنا بقى بنزل ان انا هنا هثبت الجوانب، بحط جزء من الشمع بتاعنا، وببدأ ان انا انزل على الجوانب بتاعتنا، ولازم اثبتها كويس واتأكد ان هي ثبتت. هنا لو في اي زيادات شمع او كده لازم نشيل اول باول، بحيث ان ما يبقاش عندنا اي كلاكيع او اي حاجه. وهنا بقص الجزء اللي انا لزقته عشان ما يبقاش فيه كلكعه معانا. وبرضو يبقى فيه براح في الشغل. بلزق كده الجوانب، بقص طبعا عند كل اطار. عند كل اطار بقص كده الايه، عند كل جنب يعني بقص الجزء بتاعنا، بحيث ان يبقى سهل في التلزيق بتاعنا وما يبقاش فيه اي كلكعه. هنا بقلب بقى على الظهر، بحيث ان انا اعرف ان اخد المقاس مظبوط، ويبقى الشغل بتاعنا مظبوط. هنا بلزق بقى الجوانب زي ما احنا شايفين كده ومتابعين مع بعض. لو وصلنا لهنا يا جماعة ما تنسوش اللايك. هنا ببدأ بقى ان انا اكمل بقى الجزء التاني، وكان لازم اقفل الاول الشغل اول باول، بحيث اني اعرف اشتغل في براح ومن غير ما يبقى ايه الاطار اتفك. لا ده الشغل مش عارفه اتقطع كده يعني. لا لا، نبقوا ماشيين مع بعض واحده واحده كده، بحيث ان ايه الشغل بتاعنا يبقى مظبوط. وهنا بلزق بقى الجزء بتاع الرجل من جوه، وبلف من الناحيه التانية كده مع بعض. وهنوصل للجزء اللي من هنا، وهنبدأ ان احنا نقص بالمقص الزيادة، علشان ما يبقاش فيه جزء كده ضخم كده وفي كلكعة جامدة. لا لازم يبقى يكون كده ايه، احنا عايزين الشغل بتاعنا يبقى رقيق كده ومفهوش اي ديفوهات او اي شغل طالع او بارز او كده، يبقى كله زي بعض. هنا بلزق اول جزء، الجزء اللي هو في النص كده من تحت. ونفس الكلام هنقص برضو عند كل اطار كده، عند كل جنب. وهبدأ ان انا الزق. وكده بعد ما لزقنا الجوانب هنبدأ بقى ان احنا هنا نجيب الجزء بتاع النجمة اللي احنا كنا قصين عليه، وبقص كده الاجزاء الجوانب بتاعته، بحيث ان احنا وشغالين نقدر ان احنا نتنيه كويس، وما يبقاش معانا الشغل ماسك كده ومش عارفين يعني مفيش ليونة في الشغل بتاعنا.
لا يبقى الشغل كده ايه سهل خالص زي ما احنا شايفين كده، نقدر ان احنا نشده، ندخله شمال، ندخله يمين، هيبقى الايدين يعني ناحية الايدين، ناحية الجزء اللي من تحت الراس، الكلام ده. بدأت هنا ان انا اثبت اول حاجة الراس بتاعة النجمة، وبثبت الجنب بتاعها بحيث ان الشغل بتاعنا يبقى ثابت من فوق اول حاجة. بعد كده هبدأ بقى في الجوانب بتاعة النجمة بتاعتنا، الايدين كده بتاعة النجمة، وهنبدأ ان احنا نلزقهم كويس. بعد كده برفع الجزء اللي هو بتاع الرجل من تحت، عشان كان مش عارفة ارفعه بايدي يعني، عشان كان دخل كده جوه شوية، فرفعته بالمقص الصغير. وبدأت هنا ان انا ايه الزق كده الايد التانية، بسويها كويس كده يا جماعة زي ما احنا شايفين. ولازم نتأكد ان هي متسوية كويس جدا قبل ما نكمل بقية الشغل الباقي. وهنا اخر جزء بقى معانا برضو ثبته بالشمع، وببدأ هنا برضو ان انا الزق الجوانب بتاعتنا. وهنا بعد ما خلاص خلصنا ابدأ بقى ان انا الزق الاطار من بره او الجوانب من بره، جوانب النجمة كده من بره برضو قصة شرايط كده من نفس الخامة اللي احنا بنستخدمينها. وببدأ ان انا الزقها كويس، وبنعمل نفس الشغل اللي عملناه من جوه بس هنعمله بقى من بره. وبنتأكد هنا ان مفيش اي شمع طالع لبره. وهبدأ هنا ان انا اقص والزق الجوانب بتاعتنا برضو زي الخطوة الاولانية. وخلاص كده احنا جهزنا النجمة. نبدأ بقى ان احنا نجهز الشغل بتاع النجمة من جوه. بدأت هنا اجيب لوح ازاز، وبدأت ان انا اكتب على ورقة بيضة رمضان كريم، وبنزل كده بمسدس الشمع على الكلمة. بعد ما دهنت طبعا اللوح الازاز بمادة كده زي الفازلين او الجريسين او كده، علشان الكلمة ما تلزقش معانا، ما تلزقش في الازاز وكده. بدأ هنا ان انا بقى ايه بنزل بقى وبعمل حرف النون بقى. والمسدس لازم يكون سخن يا جماعة علشان ينزل شمعه بسهولة زي ما احنا شايفين كده. بدأت ان انا اكتب الكلمة كلها كده، وبسيبها شوية بقى تنشف بعد ما كتبتها. وبعد ما بتنشف بجيب بقى السبراي. يفضل لو احنا مستخدمين الأرضية بتاعتنا فاتحة زي ما انا مستخدمة كده لون اللي هو الذهبي او البيج، نستخدم لون يكون غامق زي الاسود او البني. انا هنا كان متوفر عندي البني فنزلت عليه يعني رشيت عليها بالسبراي البني بحيث ان هي تبقى واضحة في الارضية. وبعد ما هخلص وتنشف هبتدي ان انا هلزقها في النجمة، وازين النجمة بتاعتنا بالاستروس وكده. هنا بقى جبت كرتونة كده بسيطة صغيرة. ممكن لو مش متوفر الكرتونة دي ممكن ان احنا نجيبه علبة دواء او يعني اي كرتونة صغيرة كده. وبدأت ان انا احط فيها خرز. ممكن نستخدم بدل الخرز دوت او الحجار قصدي، ممكن نستخدم خرز، ممكن نستخدم بلي، ممكن نستخدم اي حاجة بحيث ان هي تتقلها وما تتحركش معانا. بدأت هنا اجيب اللزق اللي هو الرخامي دوت. بدأت ان انا الزقه في على الكرتونة واغلفها يعني. واي زيادات في الجوانب ببتدي ان انا اقصها والزقها بحيث اني ما يبقاش فيه اي حاجة في العلبة. وهنا بعد ما خلاص خلصنا العلبة بقى وزيناها بقى بالاستروس من تحت وكده، بدأت ان انا الزق النجمة واثبتها في القاعدة بتاعتها. وهنا النجمة انا كنت برضو مزيناها بالاستروس من الجنبين. وحطيت كده حوالين الكلمة بقى خرز نص لولي زي ما احنا شايفين. نقدر بقى ان احنا نحط كده في النص الشمعة الإلكترونية، بجد بتديها شكل تحفة جدا. والهلال ده برضو كنت عاملاه معاكم في فيديو اللي فات، تقدروا ان انتوا تدخلوا على القناة وتتفرجوا على طريقة عمله. في افكار كتيرة جدا في القناة تقدروا ان انتوا تدخلوا وتتفرجوا عليها. ولو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش باللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.